انظروا إلى صنيع اليهود، ماذا يفعل اليهود أهل الشر والشقاق والمكر والعباد؟ أحكموا على غزة الخناق بالتجويع والإحراق والقتل والإزهاق. فأين البطل المسلم العملاق ليضرب من اليهود الأعناق وقد التف بهم الساق بالساق؟ أم نكتفي بكلمات تكون مدادا على الأوراق وكلاما لا يتجاوز الفم والأشداق؟ فهذا والله عار على الأمة خفاق. سيبقى ما بقي ذكاء في الإشراق، ذكاء الشمس. نعم والله. النبي رحم هؤلاء الكفار. هذا دين الإسلام، وأهل الإسلام ما استطاعوا أن يمدوا إخوانهم في أرض غزة، أن يفكوا الحصار وأن يزيلوا تلك الأضرار وأن يرحموا الكبار والصغار. سيطر اليهود وأحكم اليهود قبضتهم على المسلمين وحكاما، فصاروا تبعا لهؤلاء اليهود. المسلمون يموتون جوعا، يموتون علاما في اليوم الواحد مرات وكرات، والكثير من أهل الإسلام يأكل ملء بطنه ويشرب ملء كبده وينام ملء عينه، وإخوانه ينادوه وإخوانه يستغيثون به: يا إسلاما ويا قرآنا، أين أمة الإسلام لتفك ذاك الظلام والشر والقتام الذي أحكمه اليهود اللئام؟ أحكمه اليهود اللئام.